الأم بتقول: لو سمحت يا دكتور، هل أوستيوكير 3 سنتي يغني عن الأربع نقط بتوع الفيدروب؟ يا جماعة لازم تفهموا إن الأوستيوكير ده كالسيوم وفيتامين د اللي هو الفيدروب ده فيتامين د، ده حاجة وده حاجة، يعني ده مش بديل ده. طب الكالسيوم إمتى ناخده؟ مش بناخد كالسيوم نهائيا، عشان في أمهات كتير بتسأل إمتى ندي كالسيوم يا دكتور؟ ابني 6 شهور أدخله الكالسيوم من إمتى؟ كأنه لازم يدخل يعني. لا، الكالسيوم ممنوع، ومفيش حاجة اسمها الطفل ياخد كالسيوم نهائي إلا إذا كان عنده أعراض نقص الكالسيوم، مرض من أمراض نقص الكالسيوم، زائد تحليل يثبت ان الاعراض دي بسبب نقص الكالسيوم. يعني وارد يكون الطفل عنده مشكله بس مش بسبب نقص الكالسيوم، فلازم بيكون الطفل اتاخر او عنده مشكله من مشاكل نقص الكالسيوم، والدكتور هو اللي بيحدد، لان كتير من الامهات بتبقى شايفه ان عيالها اتاخروا وهم مش متاخرين. مين اللي هيقول الطفل اتاخر ولا لا؟ ممكن ابعت لك المواعيد اللي نقول فيها الطفل متاخر، لو محتاجاها اكتبي لي في التعليقات وانا ابعت لك اللينك، مفيش مشكله. لكن فيتامين د ليه جرعه وقائيه اللي هي 4 نقط فيدروب مثلا، او نقطتين ديفيتون، او نقطه كوليتريكس، حسب المنتج اللي احنا بنستخدمه. وفي انواع كتيره افضل من الفي دروب، لو عايزينها اكتبوا لي في التعليقات برضو. المهم، فيتامين د له جرعه وقائيه، الكالسيوم ملوش جرعه وقائيه. يا اما الطفل عنده مشكله وعيان وبياخد، يا اما ما عندوش مشكله ولو اديتي له كالسيوم بدون داعي يبقى حضرتك بتاذيه وبتاذي اعضاء جسمه، اهمها الكلى.